السابق الأول. لأن نحن الآن في إطار عملية ملء الفطور، ملء البطون بالفطور. إذن كما تلاحظون هذا هو الإبريق. نعم. وهؤلاء هم الكسان، وهؤلاء هم الملتهمون الوحوش. خبز بمعنى بالمصطلح الأمازيغي أغروم. وإحنا صورني وأنا ألتهم الخبز. تحية شكر وتقدير إلى الأخوين فرق الله وأخ بعيد على نضالهما من أجل الوصول إلى هذا المكان لكي نقوم أظن أن البطون بالفطور. قطعنا مسافات طويلة على أماكن الدراجات، ونحن الآن نرى ليست هذه هي نقطة النهاية، بل هي نقطة البداية. إنه الفطور. فنحن نود التوجه إلى ذلك المكان، يعني ذلك الجبل الأكبر، جبل الأطلس الكبير، لأننا هنا الآن في هضاب الأطلس الكبير بعد. إذن السلام عليكم. نحن نمر الآن بمرحلة متقدمة من هذه الرحلة. إذن بعدما قطعنا مسافات طويلة في الطريق المعبدة، نحن الآن نقطع هذه الجبال على أرجلنا لكي نصل إلى المكان الذي نصل إليه، وهو عين الماء، أو ما يسمى بالباراديس المعروف في منطقة أكادير، الذي يبعد بكيلومترات كثيرة. يمكن أن نعتبرها، أو يمكن أن نقول مثلا 40 كيلومتر. ياك أستاذ إبراهيم؟ نعم. إذن إن شاء الله إذن سنكمل الطريق على الأرجل وسط هذا الواد الذي يمر منه الماء. كما تسمعون خرير المياه، هذه المياه هي التي تسقي تلك الأشجار، أشجار الزيتون، أشجار النخيل. ونضرب لكم موعدا آخر في المكان الموعود، وهو عين الماء. ماشي مشكل، سير. السي بلادي كيسقي مسكين، راه مسخسخ هاد النار، راه ضرب وقيله تقريبا ضرب شي 80 كيلومتر في هاد النهار مسكين. او صدق او لا تصدق، شوف مسكين راه عويناتو كاع ولا شو ولا كيعض في لسانو باش يسقي. تبارك الله. واخيرا فاز بالجائزة الا وهي الماء. إذن يدب في أجسادنا بعد ساعات من ركوب الدراجة، المشي، دفع الدراجة، واحد الكاس. المهم وصلنا هذا المكان. احنا في إطار تتبع مكان تواجد منبع الماء، ولكن لم نصل بعد إلى منبع الماء أو العين. خرجنا على الساعة 7، والآن الساعة 1:30. ما زلنا في الطريق نبحث عن الماء. ذلك ليس لا نبحث عن الماء، ولكن الماء موجود. تبعنا الماء منذ أن دخلنا دوار أزرراق، ولكن نريد أن نصل إلى منبع الماء. إذن سنأخذ قسطا من الراحة
سنتناول وجبة الغداء وبعدها نقرر ماذا سنفعل. هل سنكمل البحث عن منبع الماء أم سنعود أدراجنا إلى بيوتنا؟ لأن هذا المكان هو الذي سنتناول فيه وجبة الغداء، ثم بعد ذلك اجتماع طارئ سيعقد بثلاثتنا. Right. No, 一个一个一个一个一个